أهلا بكم مشاهدي قناة الجزائر الدولية في هذا الحوار الخاص. متواجدون اليوم في المتحف المركزي للجيش الذي يعد قلعة ثقافية راسخة وصرحا وطنيا رائدا في حفظ الذاكرة الوطنية ومعلما تاريخيا مخلدا لمسيرة كفاح الشعب الجزائري في الدفاع عن سيادته وحريته. يمثل التحاق المرأة بالجيش الوطني الشعبي امتدادا طبيعيا لمسيرتها النضالية في جيش التحرير الوطني إبان الثورة التحريرية المجيدة، حيث شاركت الجزائريات في مختلف أطوار الثورة وصولا في الاندماج الاحترافي في مختلف الأسلاك العسكرية في الجيش الوطني الشعبي بعد الاستقلال. أتشرف في هذا اللقاء باستضافة السيدة العقيدة وريدة لشهب، ممثلة مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي. أهلا بك سيدتي وشكرا لك على تلبية الدعوة. أهلا بك سيدتي، وأشكر القائمين على قناة الجزائر الدولية على هذه الاستضافة الكريمة في هذا اليوم المجيد، اليوم الوطني للجيش، يوم تحوير جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي. أهلا بكم في رحاب المتحف المركزي للجيش. لا شكر على واجب سيدتي. بداية، حضور المرأة في الجيش الوطني الشعبي هو امتداد طبيعي لحضورها في جيش التحرير، حيث تقدم اليوم استمرارية مشرفة لتضحيات المرأة الجزائرية التي ساهمت بفعالية كبيرة في صناعة مجد الجزائر. كيف ترين هذا الحضور اليوم؟ سيدتي، لا يمكننا الحديث عن المكانة التي تحظى بها المرأة اليوم في المؤسسة، سواء في المؤسسة العسكرية أو عامة، دون أن نعرج على تاريخها النضالي على مر التاريخ ومساهمته الفعالة في بناء الدولة الجزائرية عبر التاريخ. فمن لا تاريخ له لا حاضر له ولا مستقبل، وبذلك فالمكانة والأهمية التي تحظى بها المرأة اليوم هي ليست وليدة اللحظة، إنما هي ثمرة مسيرة نضالية طويلة ساهمت فيها المرأة بفعالية في بناء وطنها وخدمة وطنها. نعم، المرأة شاركت بفعالية في كل مراحل التي مرت بها البلاد، انطلاقا من المقاومات الشعبية، حيث شاركت في مقاومات عديدة. نذكر على سبيل المثال الحصر مقاومة الأمير عبد القادر، مقاومة السعاتشة، مقاومة المقراني. لعله أحسن مثال على تواجد المرأة في تلك الفترة هي البطلة الرمز لالا فاطمة أنسومر، التي أصبحت رمزا وطنيا وأنتجت من أجلها من مؤلفات أدبية وسينمائية تخليدا لمآثرها ووقوفها الصامد أمام المستضمر الغاشم. عطاء المرأة الجزائرية لم يتوقف عند ذلك، إنما تجلى في أبهى صوره في الثورة التحريرية المجيدة. أين كانت المسبلة الفدائية؟ أين كانت بجانب الرجل كالسند؟ المرأة الجزائرية في الثورة التحريرية المظفرة كلفت بأصعب المهام وتحملت أسمى المسؤوليات فقط من أجل الجزائر. المرأة الجزائرية تعرضت لأبشع أنواع البطش والتعذيب والتعنيف، إلا أن ذلك لم يضعفها، لأنها كانت تؤمن بالقضية، كانت تؤمن بأن الجزائر للجزائريين وفقط. بعد الاستقلال المرأة واصلت في مسيرتها النضالية إلى جانب أخيها الرجل، واصلت في مسيرة البناء والتشييد من أجل النهوض بالوطن. واليوم تواصل المرأة الجزائرية بنفس العزيمة ونفس الإرادة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، بدعم القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي التي وضعت فيها الثقة ودعمتها من أجل خدمة البلاد ومن أجل إدماجها في المنظومة الدفاعية الوطنية. سيدتي، نساء الجيش الوطني الشعبي، سليلات جيش التحرير الوطني اليوم يشاركن في تخصصات دقيقة منها الطيران مثلا. كيف ترين هذا التطور وهذا التقدم للمرأة الجزائرية في هذه المؤسسة العريقة؟ بفضل الرؤية السديدة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي التي وثقت في المرأة وأقحمتها في معركة البناء والتشييد، أصبح تواجد المرأة اليوم ليس استثنائيا أو ظرفيا ولا شكليا. المرأة في المؤسسة العسكرية أصبحت فاعلة في المؤسسة العسكرية. نعم، القيادة العسكرية فتحت كل التخصصات أمام المرأة الجزائرية بدون استثناء، لم يبقى أي تخصص حكرا على الرجل. فتحت الأبواب بمسرعها أمام المرأة الجزائرية لخوض الولوج لكل المهن العسكرية. المرأة اليوم طبيبة، المرأة اليوم في الإعلام الآلي،
المرأة اليوم في الإعلامية، المرأة اليوم في الموسيقى لحرس الجمهوري، المرأة اليوم في الأمن السيبراني، المرأة اليوم في الرياضة العسكرية، أين توجت بطلاتنا في عديد المرات وأحرزت نتائج مشرفة على المستوى الوطني والدولي في منافسات القفز المظلي وفريق الرمي. المرأة الجزائرية لم تتوقف عند ذلك، المرأة اليوم خاضت غمار تخصصات أكثر دقة. المرأة اليوم هي طيارة تقود طائرة النقل، المطاردة والمروحية. المرأة اليوم متواجدة في السفينة الحربية. المرأة اليوم تقود الدراجات النارية بقيادة الدرك الوطني، وما أكثرها من تخصصات. المرأة اليوم أقحمت في قوام المعركة، وهذا شرف للمؤسسة العسكرية، لأن المرأة اليوم تحمي السيادة الوطنية، تحمي السيادة البحرية، وتحمي السيادة البرية، وهذا شرف المؤسسة العسكرية. المرأة اليوم تتواجد في الميدان، أقحمت في قوام المعركة. تخرجت العام الماضي 2025 أول دفعة من المدرسة العليا للمشاة الشهيد جلول عبيدات. توجهت هذه الدفعة إلى الوحدات القتالية للجيش الوطني الشعبي، وهذا شرف للمؤسسة العسكرية وشرف للقيادة العسكرية التي وضعت ثقتها في المرأة الجزائرية. شاهدنا في التمارين التكتيكية بالذخيرة الحية، تمرين فخر 2026، شاهدنا المرأة داخل الدبابة. المرأة تقود اليوم فصيلة في الميدان، وهذا شرف المؤسسة العسكرية. المرأة شاهدنا في نفس المناورة صحفية إعلامية تقوم بالتغطية الإعلامية للحدث وتنقل للرأي العام النجاح الذي شهده الجيش الوطني الشعبي، وهذا فخر للمؤسسة العسكرية. لم يتوقف عند الحد. تخصصات المرأة واقتحامها لميادين المهن العسكرية ذهب إلى اقتحام المجال الاقتصادي في المؤسسات الإنتاجية التابعة لمديرية الصناعة العسكرية، أيضا إلى مجال التكنولوجيا، البحث العلمي إلى غير ذلك، وهذا بفضل الرؤية السديدة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي التي فتحت الأبواب بمصراعيها أمام تواجد المرأة في المؤسسة العسكرية. سيدتي العقيد، تشغل النساء الآن مناصب جوهرية في مختلف قطاعات قواتنا المسلحة، ورأينا كيف يتقلدن الأوسمة الرفيعة كما رأينا في مراسم تقليد الرتب وإسداء الأوسمة من قبل السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون. ما هي الرسالة التي تبعث بها المرأة الجزائرية اليوم بمثل هذا التقدم والحضور؟ نعم، السيد رئيس الجمهورية أشرف مؤخرا على حفل تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لفائدة إطارات ضباط من الجيش المؤسسة العسكرية سواء النساء والرجال، حيث شاهدنا تقليد رتب ألوية وعمداء وعقداء من المؤسسة العسكرية، وهذا فخر للمؤسسة العسكرية وعرفان بالجهود المقدمة من طرف ضباط المؤسسة العسكرية. وفي هذا الإطار السيد رئيس الجمهورية دائما يؤكد على ضرورة التمكين للمرأة الجزائرية ومنحها الفرصة لتقلد المسؤوليات وتقليد الرتب سامية كي تعطيها كي تفجر طاقاتها وفقا لمبدأ تكافؤ الفرص المكرس دستوريا. السيد رئيس الجمهورية دائما يؤكد على الدور الذي تلعبه المرأة في سواء عامة أو داخل صفوف الجيش الوطني الشعبي، كما يسهر السيد الفريق أول على دعم المرأة دائما وتشجيعها وتوفير الظروف المناسبة كي تقدم الأفضل من أجل المؤسسة العسكرية ومن أجل الجزائر. إن حضور المرأة في مواقع المسؤولية والقيادة يعتبر محطة هامة في مسار التمكين لها في المؤسسة العسكرية، لهذا أصبحت المرأة تتبوأ اليوم مناصب سامية ورتب عليا، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الثقة التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في كفاءة المرأة. كما أن الريادة في القيادة في المؤسسة العسكرية لا تعتمد على معيار الجنس، وإنما تعتمد على الكفاءة، الانضباط، الالتزام وغير ذلك من الصفات التي تسمح للمرأة في تبوء المناصب العليا. ولو هذا ما أكد عليه السيد الفريق أول مرارا وتكرارا خلال احتفالات عيد المرأة، عندما قال بأن المرأة اليوم هي أهل الثقة ومصدر للفخر والاعتزاز.
طبعا في هذه الأيام نعيش مناسبة غالية علينا، وهي اليوم الوطني للجيش. رأينا كيف أثبتت المرأة تلك الكفاءة والقدرة العالية والمهارة التي أظهرتها جنبا إلى جنب مع شقيقها الرجل في حفل تخرج الأكاديمية العسكرية لشرشال رئيس الراحل هواري بومدين. ما يمثل هذا بالنسبة لك وللمرأة الجزائرية عموما؟ نعم، السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أشرف على مراسم حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال. الأمر اللافت للانتباه أنه كان هناك حضور لافت للعنصر النسوي في تلك العروض العسكرية والقتالية، أين شاركت المرأة في مختلف المحطات التي شاهدناها معا في حفل تخرج الدفعات، وهذا سواء في القتال المتلاحم، سواء في العروض بالسلاح، ولا سيما في القفز المظلي الذي تمنه السيد رئيس الجمهورية شخصيا. العروض التي شاهدناها أكدت بأن المرأة العسكرية تقوم بنفس التكوين الذي يقوم به الرجل، أين لا يوجد هناك تكوين يخص الرجل وتكوين يخص المرأة. المرأة العسكرية تقوم بنفس مستويات التكوين في الأكاديمية العسكرية التي تعتبر قلعة التكوين في المؤسسة العسكرية. أيضا هناك حرص من القيادة العليا للبلاد على هذا الحضور وهذا الدور الريادي للمرأة، وهذا يتجلى في فتح الباب بل وفي جميع التخصصات العسكرية. إذا صناعة التحدي والتاريخ مفتوح على مصراعيه، أليس كذلك؟ المكانة التي تبوأتها المرأة في المؤسسة العسكرية لم تأتي هباء. أولا أتت من ناحية الدعم اللامتناهي التي تلقته المرأة في المؤسسة العسكرية، سواء من طرف السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الذي أكد على التمكين المرأة، سواء المرأة عامة أو المرأة داخل المؤسسة العسكرية، يعني السماح لها بتبوء أسمى المناصب. السيد الفريق أول الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أيضا لم يفوت أي فرصة حتى يؤكد على أحقية المرأة في تبوء المناصب العليا. المكانة التي تبوأتها المرأة في المؤسسة العسكرية لم تأتي هباء، وإنما تعود لعاملين. أولا، المرأة بطبيعتها مقاتلة، المرأة الجزائرية عامة والمرأة العسكرية خاصة معروفة بإصرارها، معروفة بعزيمتها، هذا ما ساعدها في النجاح داخل المؤسسة العسكرية. العامل الثاني الذي ساعد المرأة الجزائرية هو الدعم اللامتناهي للقيادة العسكرية، الدعم اللامتناهي والاعتراف بالجهود والاعتراف بالكفاءة، وهذا ما ساعد المرأة في المؤسسة العسكرية. هل من كلمة أخيرة تودين إضافتها قبل ختام هذا الحوار سيدتي؟ بمناسبة اليوم الوطني للجيش المصادف ليوم تحوير جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي، أتقدم بتهانية الخالصة إلى كل أفراد المؤسسة العسكرية أينما كانوا. كما من هذا المنبر ومن رحاب المتحف المركزي للجيش أجدد افتخاري واعتزازي بانتمائي لهذه المؤسسة العسكرية، لهذه المؤسسة العريقة، وأجدد عزمي على أن أكون دائما في مستوى الثقة التي وضعتها فينا القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، وتحيا الجزائر. شكرا لك سيدتي العقيدة وريدة لشهب، ممثلة مديرية العلم والاتصال أركان الجيش الوطني الشعبي، مرة أخرى على تلبية الدعوة. مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم أوفياء لقناتكم قناة الجزائر الدولية. إلى لقاء قريب. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، المجد والخلود لشهداء الواجب الوطني.